اختفت توني لي شاربلس يوم الأحد في 23 من أغسطس عام 2009. وحين يختفي شخص بلا أثر فغالبا ما تكون أهم المعلومات مخفية في تحركاتهم وأقوالهم الصادرة في الأيام السابقة لاختفائهم. آخر مكان كانت فيه توني قد يحوي أدلة على ما حل بها. ممرضة وأم تعاني لكي تتخلص من مخاوفها. تحاول أن تكمل دراستها، لديها ابنة ترجع إليها. عندما تأتي عواقب ليلة في البلدة غير متوقعة، عندئذ بدأ الوضع يصبح جنونياً. توني لي شاربلس تقود في الليل. أفكر هل هي بخير؟ هل هي سليمة العقل؟ لأنني لا أعرف أين هي. ولكن إلى أين ذهبت؟ لقد وجدوا عدداً من السيارات تحت الماء. أم هل هي محتجزة عنوة؟ رأيتها بسرعة وصرخت على التلفاز إنها حية ترزق. إنه صيف عام 2009. توني لي شاربلس ابنة 29 عاماً تعمل في مستشفى لانكستر جنرال في بنسلفانيا. توني ممرضة متخصصة بالأمراض المعدية، تستمتع كثيراً بعملها على الرغم من أوقات العمل الطويلة وتحديات الوظيفة. أحبت التمريض، أحبته. أعتقد أنه كان بمثابة تحد لها لتكتشف مرض الأشخاص وتساعدهم على استعادة عافيتهم. كونت صداقات كثيرة من مرضى وممرضات. عندما لا تكون توني في العمل، تمضي وقتها في رعاية ابنتها ذات 12 عاماً في المنزل. أصبحت توني أماً عندما كانت في 17 من العمر. كانت دائماً متفانية في الاعتناء بطفلتها. عندما حملت توني لم نتحدث في كونها صغيرة السن أم لا. قالت إنها تريد الاحتفاظ بالطفل، وقالت إنها ستفعل ما باستطاعتها للاعتناء بالطفل. بقيت توني مشغولة طوال الوقت في رعاية ابنتها والعمل، لكنها لم تكن دائما مسيطرة على الأمور. عندما عانت توني انهياراً عصبياً للمرة الأولى كانت في 19 أو 20 من العمر. اتصلت بي وقالت: لا أستطيع التوقف عن البكاء أمي، لا أعرف ما بي. وكانت تلك المرة الأولى التي تذهب فيها إلى المستشفى. دخلت توني المستشفى مرات عدة في السنوات اللاحقة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالتها. كانت تمضي بين يوم و3 أيام تبكي عندما كانت تصاب بنوبة بكاء. كان الأمر صعباً علي كأم أن أراها هكذا من دون أن أعرف ماذا أفعل. كانت تشرب أحياناً لكي تداوي نفسها. في إحدى المرات حطمت سيارتها، وبعد الحادث مباشرة قالت: لن أفعل هذا مجدداً، لن أفعل. في عام 2004 عندما كانت توني في المستشفى جرى اكتشاف مشكلتها. كانت تعاني اضطراب ثنائي القطب، ومع تشخيص المشكلة أعطيت الأدوية وبدأت تستعيد السيطرة على حياتها. في عام 2005 دخلت مدرسة التمريض وانتقلت للعيش مع والديها في داونينغ تاون في بنسلفانيا. كانت تعمل وترتاد المدرسة طوال الوقت. كانت نشيطة جداً. كانت إذا أرادت تحقيق شيء تضعه هدفاً وتبقى تعمل حتى تحققه. وجدت توني عملاً بعدما تخرجت. بدا وكأن أحلك أيامها أضحت وراءها إلى أن عانت انتكاسة جديدة. أذكر في شهر مارس من عام 2009 كانت تعاني نوبات الهوس وكآبة، وعندما يصاب أحدهم بنوبات الهوس لا ينام، بل يكون مليئاً بالطاقة ولا يتوقف عن الكلام، ثم يبدأ بتخيل الأشياء بسبب قلة النوم. تطلب توني من عائلاتها أن تأخذها إلى مركز إعادة التأهيل لكي تعالج. كريستال جونز صديقة قديمة لتوني من المدرسة تذهب برفقتها.
عندما أخذتها إلى المركز كانت مختلفة، لم تكن الشخص الذي أعرفه. أمضت توني 3 أسابيع في المستشفى، وعندما خرجت حصلت على وصفة جديدة وكانت قد تحسنت. كان تصرف توني مختلفاً كلياً منذ اليوم الذي أخذتها به إلى المركز، وعندما خرجت بدا واضحاً أن العلاج والأدوية الصحيحة كانت ستساعدها كثيراً. كانت قد تحسنت. ظنت أن الأطباء أصابوا في معالجتها. أحسست بالراحة لأنني فكرت أنها الآن تعافت وأنها ستبقى هكذا معافاة وقتاً طويلاً، وكانت كشخص آخر كلياً. لكن علاج توني الجديد تطلب منها تغيراً جذرياً في نمط حياتها، لأنها كانت تحب أن تشرب ولم يكن من المفترض أن تفعل بسبب الأدوية. امتنعت عن الذهاب برفقتها إلى تلك الأماكن. كنت أقوم بشتى الأمور المختلفة برفقتها التي لم تتضمن المشروب. بعد 6 أشهر من خروجها من المركز عادت توني إلى العمل. في صباح السبت 22 من أغسطس كانت قد أنهت ليلة عمل في لانكستر جنرال. مرت بمنزل أختها كاندي في طريق عودتها. جاءت إلى منزلي ذاك الصباح مباشرة من العمل، ساعدتني في التنظيف وأمضت بعض الوقت مع أولادي. جلسنا على الشرفة في الخارج وتحدثنا بعض الوقت. غادرت لتذهب وتحضر ابنتها وتستحم وتستعد. كنا سنذهب معا للتسوق. انضمت إليها صديقتها كريستل، فهي لم ترى توني منذ الليلة التي أدخلتها إلى المستشفى. بدت وكأنها استعادت عافيتها، بدت كتوني التي أعرفها، أو كما أحب أن أدعوها شقيقتي، بدت كتون بون التي نعرفها، وكأن شيئاً لم يكن. مع اقتراب المساء دعت كريستل توني لتخرج برفقتها تلك الليلة. عندما كنا نتسوق تلقيت مكالمة هاتفية من صديق لي يدعى مات جرين. أخبرني أنه في المنطقة ويود قضاء بعض الوقت برفقتي تلك الليلة. عندئذ طلبت إلى توني الانضمام إلي لأنني أردت قضاء الوقت برفقتها أيضاً. مع أن توني لم تنم منذ عملت الليلة الماضية، إلا أنها قبلت دعوة كريستل. لم تنم على الفور، وإن كانت تعلم أنها لن تعمل تلك الليلة فكانت تبقى صاحية طوال النهار ثم تنام طوال الليل. قالت لي لم أخرج منذ وقت طويل، لذا لبست واستعدت لتخرج، وفيما هي خارجة عانقتني وقبلتني. تمت دعوة أختها كاندي أيضاً التي رفضت الدعوة. كانت تشعر بالقلق تجاه أختها. فوجئت بأنها كانت ستخرج لتسهر، لأنني كنت أعلم أنها تحاول الابتعاد عن الأندية الليلية، ولكنها لم تكن قد خرجت منذ قرابة 6 أشهر، لذا أحست أنها تريد تمضية الوقت برفقة صديقتها والاستمتاع والرقص. تحدثت إلى مات وأخبرني بأنه في المدينة القديمة في مقهى LG، واتفقنا على أن نلتقيه هناك بما أنه لم يكن بعيداً. عندما وصلت توني وكريستل إلى المقهى تلقتا المعاملة الخاصة، فصديق كريستل مات هو شقيق ويلي جرين، لاعب كرة السلة المحترف في فريق فيلادلفيا. ذهبنا إلى المقهى ودخلنا قسم الأعضاء المهمين، تناولنا المشروب ورقصنا. كانت توني على حلبة الرقص أكثر مني. اختلطنا وتعرفنا إلى كثير من الناس، إلى بعض المشاهير. استمتعنا بوقتنا. كادت تكون أفضل ليلة على الإطلاق. كادت. طلبت مجموعة أخرى من المشروب، ولم تعاني توني مشكلة في مجاراة الجميع. كنا نحتسي المشروب. أنا شخصياً أفضل شرابي مع الأناناس. شربنا بعضاً منها، كما شربنا الجرعات التي كانت النادلات يحضرنها. بدت توني ممتازة، تسلينا كثيراً. هذا ما كنا نتحدث عنه، عن التسلية وكم كنا نستمتع. لم نرغب في أن تنتهي السهرة. عندما أغلق النادي عند 2:00 فجراً دعا ويلي المجموعة إلى منزله في جلادوين، وهي ضاحية خارج فيلادلفيا. ناقشت الأمر مع توني وقالت إنها تود الذهاب لأنها لم تكن مستعدة لتنهي السهرة باكراً. استمرت التسلية في منزل ويلي مع مزيد من المشروب والسباحة في البركة. كان الجميع في الخارج إلا توني، وعندما غطست في البركة وصعدت قالوا لي صديقتك في الداخل تصرخ.
أسرعت إلى الداخل وسألتها: ما الأمر؟ ماذا يجري؟ لم أفهم جيداً ما كان خطبها، ولكن بؤبؤا عينيها كانا متوسعين وكانت ثملة. لا أعلم إن كانت تعي حينذاك، لكن كان قد حان الوقت للذهاب، فتصرفها تغير. حاولت كريستال تهدئة صديقتها، لكن يبدو وكأنها تغيرت كلياً. أصبحت توني عدائية جداً. دخل الجميع ليروا ماذا يجري، وحينذاك تحول الأمر إلى جنون. خرجت توني وبدأت تتلفظ بكلمات نابية وتصرخ. ثم دخلت قبو السيد جرين وأغلقت الباب وركلت كرسياً وأشياء أخرى. لم أرى توني تتصرف هكذا من قبل. شعرت بالإحراج. لم أفهم في الواقع لما كانت تتصرف بهذا الشكل. لم أعرف أيضاً ماذا أفعل. ظننت أن أفضل ما يمكن فعله هو ببساطة أن نرحل. تقول كريستال إن ويلي كان قد اكتفى أيضاً، فطلب منهما الرحيل. أصرت توني على القيادة. أمسكت بمفاتيح السيارة وقالت: أنا سأقود. كانت تقول للجميع إنها سيارتها وإنها ستقود، وإن كنت أريد العودة إلى المنزل فالأفضل أن أصعد برفقتها. سألني المدعوون إن كنت أريد الذهاب، فقلت لهم: أتينا معاً وسنذهب معاً. ولكن في السيارة قالت كريستال إن توني أصبحت أكثر عدائية. كنا قد بدأنا رحلة العودة، وإذ بها تضغط على الفرامل وتقول لي إنني كنت أهزأ معهم. أظن أن المشروب قد أثر فيها وبدأت تعاني الهوس. لا أعلم تحديداً بما كانت تفكر حينذاك. كانت مضطربة. كنت أفكر في أننا سنصل إلى المنزل ونضحك بشأن ما حدث الليلة. هذا ما فكرت فيه. لم تتمكن كريستال من تهدئة توني. أمرتها توني بالخروج من السيارة، فخرجت كريستال بعد أن استسلمت للأمر. فكرت في أنني إن خرجت من السيارة سترجع من أجلي. حالما خرجت كريستال من السيارة أسرعت توني وابتعدت. لم أتصور أنها لن تعود. بعد قليل ماذا كان يحدث لتوني تلك الليلة؟ قد يكون خليط كل شيء هو ما جعلها تفقد السيطرة. بعد ليلة سهر طويلة بدا وكأن توني قد فقدت السيطرة. تصرفها تسبب بطردها وصديقتها كريستال من حفل صغير في جلادوين، بنسلفانيا. كانت كريستال سعيدة لأنها سترجع إلى المنزل، ولكن فجأة طلبت إليها توني الترجل من السيارة وانطلقت بعيدا. كانت تعلم أنني لا أعرف هؤلاء وأننا بعيدون نحو 65 كيلومترا من المنزل. لم أتصور أنها مستاءة هكذا، وخصوصا مني. إنها الساعة 5 صباحا وكريستال في حي غير مألوف وبعيدة من المنزل. كنت أرى الأشخاص في الحفلة يصرخون ويطلبون إلي العودة. شعرت بالإحراج حتى إني رفعت يدي وقلت لهم أنا بخير. أكملت سيراً بالاتجاه الذي رحلت فيه، معتقدة أنها سترجع من أجلي. اتصلت بتوني لكنها لم تجب، فعودت الاتصال وبدا واضحاً أنها أقفلت الهاتف. كان الأمر مخيفاً والظلام حالكاً. لم يكن هناك أضواء في الشارع ولم أكن أعلم أين أنا تحديداً. كنت غاضبة جداً. تساءلت كيف تركتني. لا أدري، كنت آمل أنها سترجع من أجلي. هذا ما شعرت به في الحقيقة. حاولت كريستال أن تتصل بتوني مجددا وهي تسير في الطريق السريع الذي سلكتاه معا، ولكن من دون جدوى. جلست على حافة الطريق. في حال رجعت أكون جالسة في انتظارها. كنت قد ابتعدت عن المكان لدرجة لم أعلم من أي منزل خرجت. عندئذ أدركت حقيقة ما يجري وبدأت بالبكاء. كنت خائفة على حياتي. اتصلت كريستال بقريب لها، وافق على القيادة 40 دقيقة ليأخذها. في طريق العودة حاولت كريستال أن تتصل بكاندي شقيقة توني لكي تخبرها بما جرى. عندما استيقظت في الصباح
ووجدت رسائل نصية ومكالمات منها. قلت في نفسي: ما الذي يجري؟ فوجئت كاندي بتصرف توني الغريب. اتصلت بمنزل والديها لكي تطمئن إلى أن أختها بخير، إلا أن توني لم تعد إلى المنزل. فكرنا في أنها كانت متعبة جداً، وقد تكون ركنت إلى جانب الطريق ونامت، ولكنها كانت ستتصل أو تترك رسالة لي أو لأختها أو لابنتها، إلا أنها لم تفعل أي من هذا. تشعر كاندي وكريستل بالقلق، فهما تعلمان أن توني لم تنم منذ أكثر من 36 ساعة وكانت تشرب. تساءلتا إن كانت توني قد تعرضت لحادث. اتصلت بالسجون لأرى ما إذا كانت اعتقلت تحت تأثير المشروب. تفقدت المستشفيات لأرى إن كانت قد تعرضت لحادث. لا شيء لا شيء لا شيء طوال اليوم. حاولت الاتصال بها، حاولت مراسلتها، لا جواب لا جواب. وبما أننا عائلة متماسكة أعلم أنها كانت ستتصل بأحدنا، والآن بدأ القلق يسيطر. هناك خطب ما. أين هي؟ لم تكن كاندي ولا كريستل قد حققتا أي تقدم في العثور على توني عند حلول المساء. لم يعد بإمكان كريستل أن تتحمل أكثر، فاتصلت بالشرطة. اتصلت بدائرة الشرطة وتحدثت إلى الضابط مور. قال لي إنه عادة يتصل أحد أفراد العائلة، فقلت له: العائلة لا تريد أن تتسرع في التصرف الآن، ولكن هناك خطب ما، أريد أن أعرف أين هي الآن. وافقت كاندي على الذهاب إلى دائرة الشرطة وتقديم بلاغ عن شخص مفقود لشقيقتها. كان الإبلاغ عن فقدانها أمراً محطماً. كنت في تلك المرحلة غير مصدقة أن هذا يحدث، وكأن الأمر غير صحيح. إن لم أقدم بلاغاً واتضح أن الأمر صحيح فسأستاء، فقدمت البلاغ للحيطة، وهكذا نستطيع أن نعمم الخبر ونرى ماذا يجري. بعدما دون الضابط راسل مور التفاصيل عن توني، بعض المعلومات التي قدمتها كاندي جعلته يتمهل قليلاً. ذكرت لي أن توني حاولت الانتحار مرتين سابقاً، ما جعلني أفكر أنه ربما هذه محاولة أخرى. لكن عائلة توني أصرت على أن توني تحب الحياة وليس لديها سبب لإنهائها. تحاول إكمال دراستها ولديها ابن لتعود من أجلها. نحن عائلة قريبة. كانت سعيدة، أحبت عملها، وكانت الأمور جيدة، وكان دواؤها تأثيره جيد. كانت متحمسة. مع هذا يتساءل الضابط مور كيف سيكون تأثير خلط المشروب مع الأدوية في توني. هناك قلق بشأن المشروب مع الأدوية وحالتها الذهنية أيضاً. الخليط من كل شيء قد يكون أثر فيها وأثر في عقلها أيضاً. كريستل تشعر بالقلق أيضاً عندما تتذكر أحداث ما جرى الليلة السابقة. تكتشف أن توني مرت بهذه الحالة من قبل. ذكرتني تلك الليلة بالوقت الذي أدخلناها فيها إلى مركز إعادة التأهيل. لم تكن في كامل قواها العقلية. أعلم أن توني لم تكن مستقرة نفسياً، عانت مشكلات، وربما كان علي أن أراقبها أكثر. ربما ما كان يجب أن أشرب برفقتها، ولكن عائلتها كانت تعلم أننا خارجتان. ذهبنا إليهم قبل خروجنا. كانوا يعلمون أننا سنذهب إلى ناد ليلي ونتناول المشروب، لكن أحداً منهم لم يمانع. أدخل الضابط مور بيانات توني الشخصية ووصف سيارتها في قاعدة بيانات مركز المعلومات المتعلقة بالجريمة الوطنية. كما اتصل بقسم شرطة لور ماريون الذي تقع غلادوين في نطاق قضائها، حيث شوهدت توني آخر مرة. من دون شك السيارة ستكون الحلقة الأهم لنا في تحقيق كهذا. لو هناك من أوقف السيارة لكنا أعلمنا، ولعلم غربي براندي واين أيضا. لكن يبدو أن سيارة توني اختفت مثلها. توجه اهتمام الشرطة بعد ذلك إلى سجلات هاتف توني،
اتصلت بشركة الهاتف المحمول الخاصة بتوني. جرى آخر اتصال مع برج الهاتف الخلوي في 4:53 صباحا. هذا البرج هو نفسه الذي يغطي المنطقة حيث اختفت فيها. لا نعرف إن كانت ذهبت إلى مكان آخر. لكن الضابط مور استطاع التأكيد أن آخر مرة استعملت فيها توني هاتفها كانت في 1:07 عندما غادرت المقهى الليلي وتوجهت إلى منزل ويلي جرين. إنها رسالة خطية من توني إلى ابنتها التي اتصلت بأمها عندما لم تستطع النوم. آخر شيء صدر عن هاتف ابنتي توني كان رسالة خطية إلى ابنتها في 3:03 فجراً، لأن ابنتها لم تتمكن من النوم. قالت لها أمها: عزيزتي، سأعود قريباً، حاولي أن تنامي. كانت هذه آخر رسالة. بالنسبة إلى دانا، رسالة توني الأخيرة تبدو كالابنة التي تعرفها من أم محبة ومسؤولة ومتفهمة، لكن كل ما علمته عن تصرف توني تلك الليلة أصابها بالحيرة. لم أصدق الأمر، لم أرها تتصرف بهذه الطريقة. كل ما فكرت فيه هو خلط المشروب مع الأدوية التي كانت تتعاطاها وأنها لم تنم. بهذه الفكرة انطلقت دانا مع زوجها بيتر في البحث على الطرقات وفي المنطقة التي شوهدت فيها توني لآخر مرة. فكرت في أنه لو كانت متعبة جدا أو غير واعية لربما تعرضت لحادث. من المستحيل أن تصل إلى المنزل أو إلى أي مكان آخر. كنا نبحث عن جميع أنواع الإشارات والسكك المخدوشة. كنا نبحث عن أغصان محطمة بسبب وقوع سيارة عليها، أقصد بين الأشجار وما شابه. بحثنا في المنطقة كلها ولم نجد شيئا. لكن عندما تعمقت دانا وبيتر في خريطة المنطقة فوجئا بأمر ما. كان يمكن أن تنعطف توني خطأ في بحثها عن الطريق السريع. المغادرة من منطقة جلادوين توصلك إلى فيلادلفيا فقط. عليك أن تقود باتجاه المخرج التالي قبل أن تنعطف لتعود. ففكرنا بدلاً من هذا سننزل تحت الجسر حيث النهر، تنعطف شمالاً ثم تجد المتنزه إلى يمينك. ماذا لو توقفت هنا؟ كان يمكن أن تكون قد وقعت عن منصة القوارب إلى النهر مباشرة. بعد قليل، هل عثرت عائلة توني عليها؟ إن كانت في النهر فهي لم تعد على قيد الحياة، وإن لم تكن هناك إذن فما زلنا لا نعرف ماذا يحصل. كان الوضع سيئاً في كلتا الحالتين. الممرضة والأم توني مفقودة. شوهدت توني التي تعاني الإرهاق وتتناول أدوية لاضطراب ثنائي القطب والمشروب. شوهدت آخر مرة في ضاحية جلادوين في فيلادلفيا، وهي منطقة غير مألوفة بالنسبة إليها. تخشى عائلتها أنها ربما قادت مباشرة إلى نهر سكوكل. لقد قررنا أن علينا تفتيش نهر سكوكل لأنه المنطقة الأقرب إلى منزل ويلي جرين. إن غادرت ابنتي المكان وذهبت لتركن السيارة يمكن أن تكون قد وقعت عن منصة القوارب، لأن الساعة كانت 5 صباحاً. وعندما تنظر إلى الماء وإلى الطريق لا يمكنك أن تفرق بينهما إن كانا متصلين. عندما أخبرت الأم الشرطة بنظريتها، وافقت الشرطة على أنه يمكن أن تكون المنطقة مضللة خصوصاً في الليل. كل من لا يعرف هذا الجزء من البلدة من منطقة جلادوين يمكن أن يتوه بسهولة، لأنه ومع العلم أنها لا تزال منطقة سكنية إلا أنها ملأى بالأشجار، لا يوجد أرصفة ولا أضواء. يتفقون على أن الموقع منعزل جدا. إن قادت توني مباشرة إلى النهر فلن يكون هناك شهود. المنطقة نائية في الليل. منصة القوارب لا تستعمل بعد المغيب، لذا ما من سبب لأحد ليكون هنا. مع ذلك تعتقد السلطات أنه ما من سبب كاف لجلب مذكرة لتفتيش النهر. نزل ضباطنا إلى النهر ليتأكدوا إن كان هناك أي أثر لسيارة وقعت في النهر، ولم نجد شيئا. مع ذلك وافقت منظمة تكساس أكوا سيرش غير التجارية التي تقوم بحملات تفتيش عن المفقودين
على الذهاب إلى بنسلفانيا لترأس العملية. مسحوا قعر النهر بالسونار بينما انضم إليهم قسم شرطة لور ماريون. الطريقة التي يعمل بها السونار هي أنه يعلق إلى مركب يمسح المياه ويلتقط صوراً لأشياء في قعر النهر. عندما تقع عن منصة القوارب يصبح النهر عميقا يصل إلى حوالي 8 أمتار، ما يعني أنها عملية بحث في مياه عميقة حيث الرؤية شبه منعدمة. رغم عمق المياه الموحلة يلتقط السونار 3 سيارات في قعر النهر. اتفقنا مع فرقة غطس فيلادلفيا أن تغطس وتقرر إن كانت فعلا سيارات لها علاقة بهذه القضية، إن كانت فعلا سيارة توني. في الوقت الذي فرحت فيه دانا بأن البحث جار، إلا أنها لم تتمكن من الذهاب. عندما قالوا إن هناك سيارات في القعر كان قلبي يخفق بشدة. كنت أجول في المنزل أنا وزوجي معا. كاندي شقيقة توني كانت هناك ومستعدة لمواجهة ما يجدون. كان الأمر مقلقاً لأن الوضع لم يكن جيداً في تلك اللحظة. إن كانت في النهر هذا يعني أنها ليست حية، وإن لم تكن في النهر فهذا يعني أننا لا نعرف ما حصل. قبل أن يبدأ فريق الغطس بعمله، قام المحققون بجولة أخرى في النهر ومعهم سونار أكثر تطوراً. اكتشفوا أشياء لم تكن في الحسبان. عدد السيارات التي وجدناها في منطقتنا من النهر 11. بحسب الشرطة، بعد منصة القوارب يجعلها المكان الأنسب للتخلص من السيارات المسروقة. ما فعله فريق الغطس هو أنه نزل إلى الماء حيث كان يلقي نظرة أقرب إلى السيارة ويحصل على المواصفات الأساسية لها. وفي بعض الحالات إذا كان هناك لوحة تسجيل معلقة على السيارة فسيعلقونها ويحضرونها إلينا حالما يخرجون من الماء، وهذا ما حدث هنا. حالما بدأ الغطاسون العمل، كانت عائلة توني تنتظر على أحر من الجمر على ضفة النهر. حين بدأوا العثور على السيارات كانوا يعلمونني بأنهم لم يعثروا على سيارتها، ولكن كان هناك سيارة أو 2 لم يفحصوهما بعد. كان عليهم التأكد مرتين. الفكرة كانت في أن يخرجوا السيارات جميعاً من هناك ليتعرفوا إليها، لأنه حتى وإن أخرجوا لوحة السيارة، ماذا لو كانت اللوحة قد تغيرت؟ على كاندي الانتظار أسبوعاً لكي ترتاح. ثقل المياه والوحل الذي تجمع في السيارات الغارقة يصعبان عملية رفعها. يجب استعمال شاحنة جر ضخمة للقيام بالعمل. كنت أشاهد كل سيارة يتم إخراجها من المياه، وتمنيت ألا تكون سيارتها من بينها. جرى انتشال 9 سيارات من النهر، لم تكن أي منها لتوني، ومع العلم أن أقربائها شعروا بالارتياح، إلا أن نتيجة البحث في النهر التي لم تأتي بنتيجة لمكان وجود توني زاد من خوفهم. هناك شخص عزيز عليك وهو مفقود، وكأنك في حفرة سوداء لا يمكنك لمس جوانبها. أنت تقع وتقع وما من قاع ولا غطاء، لا يمكنك أن ترى، ولكنك تستمر في الوقوع وتشعر بقلبك يغرق. بعد قليل تدقق الشرطة بآخر شخص كان برفقة توني. يسألني الجميع عن الممنوعات وأي نوع منها كانت تستعمل. أنا لا أستعمل الممنوعات، إن كانت تستعمل أنا لا أعرف أيا منها. عندما اختفت توني خارج فيلادلفيا، فوجئ أقرباؤها، إذ تعيش الممرضة ذات 29 عاماً حياة هادئة مكرسة لابنتها. ولكن بحسب جميع التقارير تصرفت توني بغرابة ليلة اختفائها. لم تكن على سجيتها، لأن توني التي أعرفها ما كانت لتتركني على طريق مظلم أو في منزل غرباء. لم تكن لتفعل. كريستال جونز هي آخر شخص شاهد توني. في تلك الليلة شوهدت السيدتان في منزل ويلي جرين، لاعب كرة السلة المحترف في فريق فيلادلفيا. اتصلت بالسيد ويلي جرين لأرى إن كان بإمكانه مساعدتي في معرفة ما جرى. أخبرني ما أخبرتني به الآنسة جونز. لم يكن أي مشتبه في هذه القضية، لم يكن هناك أي دلالة على وقوع جريمة، لم يثر اهتمامنا شخص معين في خلال فترة التحقيق.
على الرغم من تعاون ويلي وكريستال مع السلطات، بدأت الإشاعات تتسرب على أن جريمة قتل قد حدثت. غطت وسائل الإعلام المحلية والتلفزيون والإنترنت خبر اختفاء توني، ويا للأسف بعض هذه التغطية وصفت كريستال بأنها تخفي شيئاً أو كانت متورطة في اختفاء صديقتها. جاء في المدونة أنني وعائلة جرين تخلصنا من توني وأنني أخفي المعلومات، جميع أنواع المعلومات غير الصحيحة. كان الأمر مزعجاً، كان يجري إزعاج الفتاة الوحيدة التي تريد العثور على صديقتها والتي شعرت بجدية المشكلة أولاً. بعد عدة أسابيع من الإعلام السلبي، اتصلت كريستال بقسم شرطة لور ماريون وطلبت أن تخضع لجهاز كشف الكذب. طلبت كريستال أن تخضع للجهاز. كنا متأكدين أن معلوماتها دقيقة، إلا أنها أرادت القيام بالأمر لأنها كانت تعاني كثيرا من الضغط بسبب اتهامها باختفاء توني. نجحت بتفوق، نجحت، لم أكذب بخصوص أي شيء، لم أخفي شيئاً، وذهبت لتناول بعض الطعام للمرة الأولى منذ وقت طويل. استعدت شهيتي أخيراً. توني لي شاربلس مفقودة منذ 3 أسابيع، وبعد البحث الدقيق والتحقيقات بردت جميع الأدلة إلى أن حدث تحرك مفاجئ في القضية. في 14 من سبتمبر 2009 اتصلت بي شرطة مقاطعة نيوجيرسي وأخبرتني بأنه في 8 من سبتمبر شاهدت سيارتهم سيارة توني في مدينة كامدن. مدينة كامدن تقع قبالة نهر فيلادلفيا مباشرة، تبعد 20 دقيقة من حيث شوهدت توني لآخر مرة. كانت أول معلومة نحصل عليها منذ اختفاء توني أنها وسيارتها تتحركان، كانت في المنطقة، كانت في مكان ما. بحسب شرطة قسم كامدن، جرى تسجيل سيارة توني من خلال قطعة تكنولوجيا تعرف بقارئة اللوحات. قارئة اللوحات هي سيارة شرطة مجهزة بنظام كاميرا يبحث عن لوحات التسجيل في الحاسوب، تتحقق من كل لوحة تراها أمامها وتصورها أيضاً على نظام الفيديو. لكن السيارة التي سجلت لوحة تسجيل توني كانت سيارة خالية من عناصر الشرطة. إن كان هناك ضابط شرطة في السيارة في الوقت الذي يجري فيه تصوير لوحة التسجيل، يوجد جهاز إنذار في السيارة يسمح لضابط الشرطة بالبحث عن السيارة. يا للأسف في قضية توني جرى تصوير لوحة التسجيل من قبل سيارة شرطة متوقفة، لذا لم تصلنا المعلومات إلا بعد أيام عدة. يبدأ قسم الشرطة العمل مباشرة للتعويض عن الوقت الضائع. وما فعلنا هو أننا تعاوننا مع قسم شرطة كامدن وشرطة نيوجيرسي، وقاموا بحملة تفتيش واسعة في المدينة بحثا عن تلك السيارة، وارتكز البحث في تلك المنطقة. بالنسبة إلى عائلة توني، التطور في كامدن، المدينة المعروفة بكثرة الجرائم فيها، زادها قلقاً. عندما سمعت أن سيارتها شوهدت في كامدن، عرفت فوراً أن هناك خطأ ما. كنا قد ذهبنا لحضور حفل موسيقي هناك، وأرادت أن تغادر لأننا كنا نعلم أن المنطقة خطرة جداً. فكرت في أنها لم تكن في السيارة، وإلا فستكون في الصندوق، لأنها لن تذهب إلى كامدن وحدها، ليس بملء إرادتها على كل حال. في الوقت الذي شعرت فيه عائلة توني بأنها تعرضت للقتل، طورت السلطات نظرية ثانية. علمنا أنه ربما كانت توني تعاني مشكلة إدمان سابقا في حياتها، وواقع أن لوحة التسجيل جرى التعرف إليها في كامدن أشعرنا بالقلق، لأنها إن كانت تعلم من أين تشتري الممنوعات فكامدن هي إحدى المناطق. لكن لم تعرف الشرطة إن كانت توني قد اشترت الممنوعات سابقا في كامدن. كانوا يسألونني عن الممنوعات وأي نوع من الممنوعات كانت تستعمل. أنا لا أستعمل الممنوعات، وإن كانت تستعمل أنا لا أعرف أيا منها، لكنني سأدلي بالمعلومات. وبسبب هذا التحقيق أصبحنا جميعا ملمين بجميع نواحي حياة توني. أخبرتني عائلتها وأصدقاؤها بأنها كانت تعاني مشكلة مع الممنوعات. المنطقة التي شوهدت فيها السيارة كانت منطقة للممنوعات. عانت بعض المشكلات في الماضي، ولكن حين وقع الحادث بدا وكأنها كانت قد استعادت زمام أمور حياتها.
بعدما وصل دليل كامدن إلى طريق مسدود ولم ترد معلومات جديدة، بدأ البحث عن توني لي شاربلس يتوقف. الأمر صعب، ليس هناك كثير من المعلومات. ما لدينا هو فتاة غادرت البلدة في الساعة 5 صباحا ثاملة وغاضبة، وكانت هذه آخر مرة رأتها صديقتها، ونعتقد أن السيارة كانت في كامدن بعد بضعة أيام. لقد شاهدت تحرية خاصة أخبار قضية توني للمرة الأولى وشعرت بحدس قوي. شاهدت ومضاً وأحسست بشيء غريب وصرخت على التلفاز: إنها حية ترزق. بعد قليل نظرية جديدة لمكان توني يولد الأمل والخوف. أعلم أن الأمر مستبعد لكثير من الناس، ولكن في عالمي هذا يحدث كثيراً. مضى شهر على مغادرة توني حفلة في غلادوين، بنسلفانيا. الدليل الوحيد الذي ظهر في هذه القضية هو لوحة التسجيل التي رصدت في كامدن، نيوجيرسي. بعد ذلك بدا وكأن توني وسيارتها اختفتا. ولكن الآن التحرية الخاصة ألين لو تعتقد أنها تعرف ماذا جرى لتوني. إحساسي أعلمني أن تلك الفتاة حية ترزق وأنها متورطة في الممنوعات. ككثر في المنطقة، ألين ملمة بعملية القبض على مجموعة تجار الفاحشة في نيوجيرسي. تقول النيابة العامة إن المدعو برينس استعبد كثيراً من النساء وأجبرهن على العيش حياة صعبة جداً. قبل شهر قبض على آلان إي براون الابن لتسهيله لأعمال منافية للأخلاق ما بين نيويورك ومدينة أتلانتيك. هذا الرجل هو واحد من ألوف الرجال في البلاد. كان يتربص بالنساء الصغيرات والكبيرات، أي ما بين 12 و50 من العمر في كل مكان. وما يفعله هو التوجه إلى محطات الحافلات والقطارات والأندية الليلية ويبحث عن الشابات المضطربات. حالما يجبرن على الأعمال المنافية للأخلاق يتعرضن للضرب والعزل من الآخرين والإكراه. لقد كنا محتجزات في شقته. كان يأخذ هواتفهن الجوالة وبطاقات الائتمان ويجبرهن على تعاطي الممنوعات. أعلم أن الأمر مستبعد لكثير من الناس، ولكن في عالمي هذا يحدث كثيراً. مع العلم أن ألين تعتقد أن توني قد تكون ضحية هذا النوع من الجرائم، إلا أنها لا تملك ما يؤيد حدسها. فقط عندما تتعرف إلى عائلة توني تعي أنها قد تكون محقة. ذهبت أنا وابنتي كاندي لملاقاتها وسألتني أسئلة أساسية كما فعلت الشرطة. تطلب الأمر كثيراً من العمل الورقي وكثيراً من الأسئلة: أين شوهدت آخر مرة؟ هل كانت تقود؟ متى تم تقديم بلاغ عن اختفائها؟ علمت ألين بعض الحقائق التي تؤكد رأيها. عندما غادرت توني في تلك الليلة مع صديقتها لم يكن هناك كثير من الوقود في السيارة، وإذا حسبت الكيلومترات فمن المستحيل أن تصل إلى المنزل بهذا الوقت. أظن أن الوقود كان قد نفد منها في مكان ما وهي على طريق فيلادلفيا السريع، وكانت هذه بداية النهاية. في نهاية لقائها دونا وكاندي عرضت ألين خدماتها لتعثر على توني مجاناً. بدأت العمل فوراً لتعيد قصة الممرضة والأم إلى الإعلام. أظن أنها في حال ضعيفة، لذلك يجب علينا أن ننشر صورتها. بدأت الأخبار ترد عن مشاهدات لمرأة يعتقد أنها توني. عندما بث الخبر كان هناك عدد من الاتصالات. عندما وصلت إلى المكتب كانت أولى المشاهدات في مدينة لانكاستر، حيث كانت توني تعمل ممرضة في مستشفى لانكاستر العمومي، وجميع أصدقائها قالوا إنها كانت مرتبكة أو مضطربة. في الوقت الذي كانت ألين تلاحق فيه كل الأدلة، كانت عائلة توني تتساءل إن كان قد عثر على توني. هناك مشاهدة خاصة حدثت في مقاطعة لانكستر وقد أزعجتني كثيراً، وهي أن هناك من شاهدها وكان مقتنعاً أنها هي، وأنه أراد الترجل من الحافلة لكي يمسك بها. وصفها
ووصف ملابسها. كل شيء كان مطابقاً. لكن لم تأتي المشاهدات بأي نتيجة، وبعد أسبوع واحد توقفت الاتصالات من لانكستر. ثم جاء اتصال آخر. اتصل بي رجل قال إنه يقود الشاحنات إلى كامدن في نيوجيرسي، وقال إنه يعتقد أنه رأى توني هناك. على مدى 3 أيام كانت هناك أخبار عن مشاهدات لتوني في كامدن، ولأن سيارة توني شوهدت هناك أيضاً، تعتقد ألين أن فرصة العثور عليها قوية، لكن طبيعة المنطقة هناك تعسر البحث عنها. هناك تجارة ممنوعات كبيرة في مدينة كامدن. سوف ترى أعمالاً فاحشة تحدث في الأزقة في وضح النهار. سترى عمليات تبادل للممنوعات. سترى المجرم بكل وضوح، وسترى أن الفتيات يشعرن بالتوتر الشديد عندما يتحدثن إلي. تساعد كريستال في عملية البحث عن توني أيضاً. ذهبنا إلى كامدن وكنا نوزع المنشورات، حتى إنه في بعض الحالات لم يستطع أفراد عائلات بعض الفتيات أن يتعرفوا إليهن بسبب تعاطي الممنوعات. الأمر سيء جداً. تتحدث ألين وكريستال إلى كثير من الأشخاص، ولكن لم يعرف أين هي توني. ثم وكما حدث في لانكستر توقفت المشاهدات وبدأت في مكان آخر بعد أسبوع. كان هناك بعض المشاهدات في فيلادلفيا. الأمر عينه. يحدث الأمر نفسه بضعة أيام ثم تتوقف الأمور. كثير من المشاهدات أفاد أن توني شوهدت مع رجل. هذا يعني بالطبع أن توني كانت برفقة رجل يتنقل بها هناك. في الوقت الذي تعتقد فيه ألين بشدة أن توني هي ضحية الإتجار بالفاحشة، تنظر السلطات إلى القضية نظرة مختلفة. مع العلم أن هذا موجود في البلاد، إلا أن حدوثه هنا أمر نادر. لم تظهر لنا التحقيقات أن هناك أي إشارة إلى حدوث هذا الأمر. لكن بوجود قليل من المعلومات لا يسع عائلة توني إلا أن تفكر جدياً في النظرية. أعتقد أنه احتمال قوي، أظن ذلك. الأمر حقيقي، إنه في أمريكا وهو هنا. ليس الأمر جيداً. ليس كذلك. ما حدث لصديقتي لم يكن كذلك. أعتقد أنها شخص قوي جداً. إنها مقاتلة، إنها قائدة. لو سنحت لها الفرصة لكي تهرب لفعلت بالتأكيد. مع العلم أن محبي توني يودون الاعتقاد أنها حية، إلا أن الاحتمال لا ينبئهم بالخير. لو أن توني قادت على الطريق رقم 76 الذي يقود إلى كامدن، فلربما تكون قد تعرضت لاختطاف أو للتخدير وأجبرت على ممارسة الفاحشة. لا نعرف شيئاً في الوقت الراهن. لا أتوقف عن التفكير: أهي بخير؟ أهي في قواها العقلية الكاملة؟ أهي متعبة؟ أهي نائمة؟ لأنني لا أعلم أين هي. إنه شعور فارغ. يصعب أن أشرح لكم.